طيب اللي بيقول بقى انا ليه يا رب بيحصل لي كده، هل ده بيعتبر اعتراض على قضاء ربنا يعني ونقسم عليه، ولا ده مجرد ضعف انساني يعني بنزعل فبنقول كده؟ بصي، كل واحد اعلم بنيته. انا ليه بقول انا ليه حصل لي كده؟ ما انا ممكن ابقى، على فكره ممكن ده يبقى سؤال مراجعه، خلي بالك يعني. ممكن مثلا يعني لا قدر الله يقع عليا ابتلاء، فاقول هو انا ليه يا رب حصل لي كده؟ هو انا وحشه؟ هو انا عملت حاجه غلط؟ هو ده ممكن دي اسئله تيجي. نفس ده بتحدث. مش سخط. لكن في ناس تانية بقى، وفي اوقات تانية، هو انا ليه بيحصل لي؟ اشمعنى انا؟ طب ما كل الناس عايشه كويس، هو اشمعنى انا اللي بيحصل لي كده؟ هو اشمعنى انا اللي حالي؟ ده سخط. فاحنا الترمومتر انت نفسك يعني. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا انه الله سبحانه وتعالى اذا احب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فانت يعني المفتاح في ايدك، وزي ما كانوا بيقولوا يعني في كل الاحوال امر الله نافذ. اعترضتي امر الله نافذ، وافقتي امر الله برضه سبحانه وتعالى نافذ. ففي كل الاحوال نرضى عشان ربنا سبحانه وتعالى يرضي.